بسم الله الرحمن الرحيم. بنتابع موضوعنا عن العلاقة بين القيمة المادية والقيمة المعنوية في السلوك البشري، وكان المنطلق بتاعنا هو الكيان المزدوج للعنصر البشري. بنقول مثال في الموضوع ده وهو الرضا السلبي أو الرضا الإيجابي في اتجاه المشكلة. لو بالفرض إن إنسان بيعاني من مشكلة السمنة وشاف إن في تطور في جسمه أو في زيادة في الوزن الشهر الأول، وكان عنده رضا سلبي أو إيجابي في اتجاه المشكلة، يعني موافق على تفاقم المشكلة. أول شهر بيزيد 2 كيلو مثلا، تاني شهر 2 كيلو، تالت شهر 2 كيلو، رابع شهر 2 كيلو، خامس شهر 2 كيلو. بعد عدة شهور بيلاقي إن الوضع بقى من السيء للأسوأ وصعب إن هو يتعامل معه. ده المنظور السلبي أو الرضا السلبي في التعامل مع المشكلة. الرضا السلبي قيمة معنوية، وتفاقم مشكلة السمنة وزيادة الوزن قيمة مادية يمكن قياسها بالكيلو جرام. على العكس، لو أنا بفكر بإيجابية تجاه المشكلة، لو الوزن بتاعي زيادة عن المطلوب، ببدأ أتعامل معها بإيجابية، سواء من ناحية تنظيم الغذاء أو ممارسة الرياضة المناسبة للتخلص من هذه السمنة، وبيبدأ العد التنازلي في عدد الكيلو جرامات في الوزن إلى أن أصل إلى الوزن المطلوب. عدم الرضا عن المشكلة وعن تفاقمها ده في حد ذاته قيمة معنوية. العزيمة والإرادة والرغبة في الوصول لوزن معين ده قيمة معنوية، ببدأ أحولها إلى قيمة مادية من خلال إنقاص الوزن بالمعدل المطلوب والصحي من خلال نظام غذائي وممارسة رياضة مناسبة. هنا في علاقة تبادلية بين القيمة المعنوية والقيمة المادية، وفي مدخلات وفي مخرجات. أنا عارف إني مش هقدر أضحك عليكي، وهو يخبي إزاي، وأنا ندمان وعايز أبوح بسر ليكي، وعشان كده هو جاي. أصل في حاجة عندي وأنا مش هقدر أداريها، في حاجة عنده من زمان ما كانش قالك عليها. أنا خبيت عليكي كتير، بس أنا عندي كرش كبير. أنا خبيت عليكي كتير، أنا عندي كرش كبير، يعني ايه علاقة تبادلية؟ لو بالفرض ان انا عندي 58 كيلو جرام في الوزن، وعايز اتخلص من هذا الوزن وانزل بيه الى المستوى المطلوب وهو 50 كيلو جرام. عدم الرضا في البداية يعتبر قيمة معنوية هتؤدي إلى أن أنا بتبع نظام غذائي مناسب وأمارس التمارين الرياضية المناسبة. 58 كيلو جرام بعد مدة معينة بينزلوا بيبقوا 56 كيلو جرام. 56 كيلو جرام اللي نزلوا بالسالب قيمة مادية سالبة انتقصناها من وزن الجسم ككل، يبقى تحولت القيمة المعنوية وهي عدم الرضا إلى قيمة مادية بالسالب 2 كيلو جرام. بعد ما بشوف القيمة المادية بعد انقاص الوزن وهو الجسد، بشوفها في المراية واشوف التطور اللي حصل بالمقارنة بين الوضع السابق والوضع الحالي، بشوف الانجاز. بتتحول القيمة المادية اللي موجودة قدامي امامي الى قيمة معنوية مرة تانية، وهي في صورة عزيمة وإصرار على الاستمرار في النظام الغذائي وممارسة الرياضة المناسبة للوصول بالوزن إلى الوزن المستهدف وهو 50 كيلو جرام. بعد ما تبقى القيمة المعنوية دي حافز، بحولها مرة تانية إلى قيمة مادية من خلال نظام غذائي مناسب وممارسة التمارين الرياضية المناسبة. 56 كيلو جرام بتنزل تبقى 54 كيلو جرام إلى 52 كيلو جرام إلى 50 كيلو جرام، بالعلاقة التبادلية بين القيم المعنوية والقيم المادية، سلسلة من التبادل بين القيمتين.
الموضوع ده بيفيدنا في ايه؟ في التعامل والتواصل سواء مع النفس أو مع الآخر أو مع البيئة المحيطة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو أي نوع من أنواع البيئات اللي بيتعامل معها العنصر البشري. وعلى سبيل المثال بصورة مبسطة، الوردة بين الشريكين بتتحول من قيمة مادية زهيدة إلى قيمة معنوية عالية، وكذلك الابتسامة وهي قيمة معنوية بالنسبة للعميل بتتحول إلى قيمة مادية عالية، ممكن تكون آلاف الجنيهات أو ملايين الدولارات. كيفية الاستفادة من العلاقة التبادلية بين القيم المعنوية والقيم المادية في سلسلة السلوك البشري تعود بالنفع على العنصر البشري في التواصل مع نفسه ومع الآخر ومع البيئة المحيطة. شكرا لكم. دكتور هشام يوسف.